في تفاصيل واحداث خطيره جدا من بعد ما توصلنا ببعض التسريبات اللي كتعلق بالبالون ديال المخدرات، اضافه الى الشخص اللي تم اعتقاله واللي بطبيعه الحال له صداقه وطيده مع الحمزاويه، اضافه الى انه قريبا كيف ما كشفت مجموعه من المصادر انه غادي يعترف بجل الجرائم اللي كان كيرتكبها هو وياها، كما هو انه اعتقل مع السي سعيد الناصري اللي هو بطبيعه الحال رئيس للوداد الرياضي البيضاوي لفريق يعني عظيم وشأنه عظيم، اضافه الى مستجدات وحقائق وايضا تسريبات خطيره. فكالعاده الاخوان باش ما يتضربش هذا الفيديو، باش ما يتحذفش من طرف الذباب الالكتروني، كما هو انه باش ما يتسينيلاش كندعوكم انكم تخليوا لنا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه اذا كنتم ما مشتركينش، وايضا ما تنساوش تخليوا لنا تعليق حول هذه الحلقه وفرقعوا لي هذا الفيديو بلي لايك. كنقراو كاع التعليقات ديالكم الزوينه، لهذا كندعوكم انكم تخليوا لنا تعليق. فحتى لا نطيل عليكم في المقدمه ندخلوا في تفاصيل الفيديو مباشره. واحد البالون ديال المخدرات اللي كانت عنده علاقه مع البزناز اللي بطبيعه الحال كيسهر هو والحمزاويه في الكباريات، حتى هو كان تيسهر معاهم. هذا البالون هذا اللي كان مكلف بطبيعه الحال بجل وجميع انواع المخدرات سواء المسحوقه او لا الصلبه. فهنايا بطبيعه الحال كنكتشفوا اولا كيتسرب واحد الخبر صحفي في الجرائد الالكترونيه اللي كيكشف على ان هناك كانت واحد الصداقه وطيده، وكاينين فنانون وفنانات اللي داخلين في هذه العمليه هذه ديال طبيعه الحال البالونات، كما هو انهم كيتاجروا معهم مجموعه من البزنازه في القضيه ديال المخدرات. هادشي اللي غادي يخلي بطبيعه الحال يتجر الحب وتبل. علاش؟ حيتاش بطبيعه الحال كانوا معاهم هذا الاشخاص هادو. فالحمزاويه اليوم كتوصلوا بواحد الخبر على اساس انها كترعد بقوه الخلعه اللي شدها من صباحها الصغير، كما هو ان بعض الاشخاص اللي كشفوا على ان السيده فعلا كانت عندها علاقه وطيده، واين الاشخاص اللي بطبيعه الحال كانوا معها اليوم راهم في السجن وخايفين اللي يمشيو ينطقوا بالاسم ديالهم، اي انها ينطقوا بالاسم ديالها هي ولا رأفت ولا مجموعه من الاشخاص اللي هما بزنازه واللي هما لحد الان مازال ما تمش القبض عليهم، كما انهم كيتهددوا الاشخاص اللي مشدودين باش ما يذكروش الاسماء ديال الاشخاص اللي معاهم، بمعنى ان السيده نقوص الخطر يعني اصبح يدق كيف ما خبرت فجاء وقت الحسم، كيف ما خبر البارح على انه صافي سالات الساعه ديالها وقريبا ستعتقل معاهم بطبيعه الحال، خصوصا بانها عندها سوابق في هذه العمليات هذه ديال المخدرات، كما وانها عندها بطبيعه الحال مراقبه نظريه وايضا متابعه في حاله استهلاك. من بعد ما بطبيعه الحال كيف خبرتكم من قبل توجدوا عندها او تواجد عندها 5 غرامات من مخدر الطحين الاخوان، طحين البيضاء مونامور كيف ما سماوها مجموعه من الاشخاص. هادشي اللي تيبين فعلا ان السيده فعلا ما بقاتش قاده انها تستوعب هادشي، خصوصا من بعد ما كانت عندها الحفله ديال البارح في واحد الكباري اللي كانوا بطبيعه الحال مقصرين فيه. اليوم كتفاجئ في الصباح كما هو انها وصلها الخبر ديال اعتقال البعيويين والاعتقال ديال مجموعه من الاشخاص اللي كانوا ضحيه هذا الامر هذا، ماشي ضحيه وانما كانوا يعني كيتاجروا في هذا الشيء هذا وكانوا كيسيروا هذا الشيء هذا، وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي خلاهم انهم يباتوا في سجن عكاشه بطبيعه الحال. كما هو ان هناك تسريب اخر اللي تيخبر على ان الحمزاويه قريبا ستعتقل هي الاخرى بسبب حكايات عائلات الاشخاص الذي تم القبض عليهم، بحيث كيخبروا العائلات ديال الاشخاص اللي بطبيعه الحال تعتقلوا انهم كاينين اشخاص اللي كانوا معاهم ومازالين ما تعتقلوش وما تطبقاتش عليهم المسطره القانونيه. هذا الشيء اللي خلاهم انهم يرفعوا او اللي يديروا شكايات ومحامون عده من اجل الاخوان القبض على الاشخاص اللي تابعين لهم والاشخاص اللي دايرين اليد في اليد معاهم، بمعنى باش يكون هناك واحد التوحد في القانون، اضافه الى انها تطبق المسطره القانونيه على كل شخص بطبيعه الحال كان شريك في هذه العمليات هذه. خبرتكم هذا الشيء اللي خلى فعلا ان الحمزاويه يدخل لها القتل السليب حاشاكم، وانها تبدا تقاقي وتحرك التليفونات المعارف اللي كتعرف كالعاده باش هكا بطبيعه الحال ما يتمش الاعتقال ديالها كيف ما معوده او لا كيف ما كتعود بطبيعه الحال. فهنايا كيف ما خبرتكم من قبل على انه كانوا تلقى عندها بطبيعه الحال بعض المخدرات من المخدر اللي هو المخدر الصلب الاخوان واللي هو البيضاء مونامور او الطحين، واللي خلص عليها كفاله ماليه ضخمه بزناز، وهذا البزناز هذا هو اللي سيكون معها دائما
في الحفلات في السهريات، وايضا كيكون في جنبها سواء كانت في القضيه ديال شرف وتحفه والشكايات اللي بطبيعه الحال رفعوهم في المحكمه، وايضا في القضيه اللي بطبيعه الحال كتحمل الاسم ديال هذا الشيء اللي وقع مؤخرا اللي كيتعلق برئيس الوداد الرياضي السي سعيد الناصري، اللي بطبيعه الحال حتى هو عنده شراكه مع هذا الاشخاص هذو، واللي مكونين عصابه مع بالونات كبار. ومن احد كيف خبرتكم احد البالونات اللي هو كان كيوصل السلعه للحمزاويه وكانت كدوز قدامها السلعه، يعني من بالون البالون ومن بزناز للبزناز. هادشي اللي خلاها ان الصهد يدخل معاها، وان حتى البالون ديالها اللي بطبيعه الحال كيكالي عليها الصهد واللي خلص عليها الكفاله مؤخرا ضربها بواحد الهربه وما بقاش كيبان، يعني ما بقاش كيعمر مع الحمزاويه ومع العائله ديالو براسها، بحيث تم هروبه. يعني قال لك هرب لشي بلاصه اللي ما يشوفوا فيها حتى شي واحد. انتم عارفين الاخوان بحال هاد الاشخاص هادو كيهربوا باش حتى كتبرد القضيه شويه. البلاصه اللي تيتوجهوا ليها كيتوجهوا خارج المدينه، بحيث تم غادي يصعب عليهم العثور عليه، على عكس المدينه كيكونوا في المثال عارفين بعض الاشخاص او لا عساسه او لا كتلقى الفرقه الوطنيه موصيه مجموعه من الاشخاص اللي كتوصيهم وكتقول لهم الا بان لكم هذا الشخص الفلاني خبرونا. فهما شنو تيديروا؟ تيشدوا بطبيعه الحال السياره ديالهم وكيشدوا مبالغ ماليه كبيره وكيحاولوا يتوجهوا بطبيعه الحال لشي بلاصه اللي بعيده وخارج المدينه، شي قريه او لا شي بلاصه اللي يكون فيها يعني بطبيعه الحال اشخاص بسطاء او لا على قد الحال او لا تيشوفوا شي بلاصه اللي ما كتوصلهاش حتى الانترنت، باش هكا كيبقاو بعادين على هذه القضيه دي او على المشاكل حتى كتهدى القضيه شويه او حتى كتبرد القضيه او حتى كيتحدد المصير او كيتحكم على وديت هذوك الاشخاص اللي بطبيعه الحال كانوا وكيتعفوا اشخاص واحد اخرين عاد بطبيعه الحال تيعاودوا يبانوا من جديد. فهنايا كنشوفوا ورطه كبيره واللي كتعلق بمجموعه من الاشخاص واللي هما اصلا الان تيفكروا في الهروب الى خارج ارض الوطن، كما هو انهم كاينين اشخاص ايضا اللي من بينهم الحمزاويه واللي اصبحت تفكر هي الاخرى في الهجره، يعني عن طريق الهجره السريه الى الديار الاوروبيه خوفا من السجن او خوفا من الاعتقال. وانتم عارفين الاخوان هي كتقول لك تعتقل ولكن على وجه او على ضد في شي وحدين ما باغاش تعتقلوا. هادو وحدين راكم عارفينهم الاخوان اللي هو تحفه اللي هي سعيده شرف اللي هي بطبيعه الحال اسماء براده وغيرهم من الاشخاص اللي كانوا عند مع الحمزاويه مناوشات او كانوا عندهم مع الحمزاويه قضايا اللي بطبيعه الحال مكهربه واللي خلفت لهم الاذيه وخلفت لهم مجموعه من المأساة داخل الاسر ديالهم. فالاخوان ديالي ما تنساوناش بلي لايك وما تنساوش تبارطاجيو هذا الحلقه على اوسع نطاق. اي حاجه ان شاء الله وصلتنا غادي نبارطاجيوها معكم بطبيعه الحال، واي مستجد غادي نبارطاجيوه معكم. لهذا كندعوكم انكم تخليوا لنا لايك الفيديو باش هكا الفيديو ما يتحذفش وما يتضربش من طرف الذباب الالكتروني. كما هو اننا كندعوكم انكم تخليوا لنا اعجاب للفيديو وخليوا لنا تعليق، كنقراو كاع التعليق ديالكم زوينه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.